السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده رحت لحماتي عشان اشوفها لانها تعبانة شوية. قالت لي خليكي نفطر سوا. فضلت معاها، طلعت اللحمة. قلنا نعمل اللحمة بطريقة مختلفة عن كل مرة. كل مرة شوربة، قلنا المرة دي نغير. قطعت لها بصلتين شرايح وعليهم طماطم، 3 طماطمات أو 4 تقريبًا، فرمتهم في الخلاط. بس شوحت اللحمة كويس مع البصل الأول، وعليها البهارات بتاعتي، فلفل، ورق اللورا، وبس. انتوا عارفين إني ما باحطش غير على اللحمة غير فلفل أسود وملح وبس، ما باحطش عليها غير كده. حطيت ورق لورا وفلفل أسود بس، وشوحتهم كويس مع البصلة. بعد كده نزلت عليها بالطماطم لحد زي ما شفتوا في أول الفيديو كده. الطماطم اتسبكت كويس جدًا، اللحمة استوت. بعد كده نزلت عليها بالبطاطس اللي مقشراها وغسلاها ومقطعاها، نزلت عليها مع اللحمة. وبعدين حطيت عليها كوبايتين مية سخنة، وهسيبها بقى لحد ما البطاطس تستوي. اللحمة معايا مستوية، فأنا عايزة دلوقتي أسوي البطاطس بس. أغطي عليها وأسيبها لحد ما البطاطس تستوي. ونحضر هنا للرز، هنعمل رز بشعرية. احنا فطرنا النهاردة بسيط وخفيف، ويا رب يكون الفيديو بتاعنا خفيف على قلوبكم كده. حمر الشعرية للرز. طبعا غسله الرز بتاعي وركناه لحد ما احمر الشعرية. حمر الشعرية وهنزل بيها على الرز، وهشوحهم مع بعض، وبعدين انزل عليها بمية سخنة. هنزل على الرز بمية سخنة، واضيف له الملح بتاعه واسيبه لحد ما يتشرب، اوطي عليه واسيبه يستوي مع نفسه. هنا خلاص الشعرية اتحمرت. هشوحهم كويس مع بعض، وبعدين انزل عليهم بالمية السخنة والملح. نزلت بالمية السخنة. ظبطي المية بتاعة الرز بتاعك، كل واحد عارف معيار المية بتاعه قد ايه. كده خلاص ظبطت المية. هحط الملح بتاعي وهسيبه بقى لحد ما يتشرب المية. هنا بقى هعمل كنافة، هعمل لها مهلبية او قشطة كدابة زي ما بتسموها. ومعايا هنا كوباية سمنة، هسخنها بس ان عشان تسيح وتفك معايا. هنا ضفت النشا للبن، ضفت 3 معالق نشا. وبعد كده هقلب فيه كويس لحد ما يربط معايا. معايا هنا كيلو كنافة، هضيف لها كوباية سكر وكوباية السمنة اللي احنا شفناها مع بعض، وادمجهم مع بعض كويس جدا. تقلبي السكر بالسمنة بالكنافة كويس جدا لحد ما يندمجوا مع بعض كويس. الكنافة لما بتكون جاية طازة بتشرب سمنة، يعني كوباية السمنة مش كتيرة عليها. هندمجهم مع بعض كويس، نقلبهم مع بعض كويس جدا. ادعكي بايدك كده كويس لحد ما تشوفي ان السمنة اندمجت مع الكنافة. اقلب فيهم كويس وافكها من بعض. السمنة طبعا بتربط في الكنافة، بفكها من بعض وبدمجهم كويس جدا مع بعض. بعد كده هجيب الصينية بتاعتي، هدهنها سمنة، واروح احط اول طبقة من الكنافة. هنا لسه بقلب الكنافة في السمنة. زي ما قلت لكم لازم تقلبها كويس جدا. هجيب الصينية ادهنها سمنة، تدهني ارضية الصينية كلها بالسمن والجنب بتاعها كمان. بعد كده تنزلي بأول طبقة كنافة. أول طبقة دي لازم تنضغط كويس جدا، تضغطيها كويس وتسويها كويس. ممكن تجيبي صينية زي ما أنا هعمل معاكي كده في الفيديو. هجيب صينية أصغر من اللي أنا شغالة فيها، وهضغطها بالصينية الصغيرة. تضغطيها بالصينية بتسويها وبتظبطها معاكي جدا، تنضغط بيها كمان. يعني هنا هرص الكنافة وهظبطها بإيدي زي ما انتوا شايفين كده،
وبعد كده هاجيب الصينية أضغطها بيها وأسويها كمان. وصلتوا لحد هنا ولسه ما حطيتوش لايك وما اشتركتوا، اشتركوا في القناة واضغطوا لايك واكتبوا لي كومنت حلو منكم. ربنا يسعد قلوبكم يا رب، كل سنة وانتم طيبين. لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. هنا ضغطتها كويس بالصينية التانية اللي هي اصغر من اللي انا شغالة فيها. هنزل عليها بالمهلبية. المهلبية بتاعتي ربطت، نزلت كلها من الحل، فهشيل منها اللي هحشي بيها القطايف بتاعتي. انا لسه ما قلتلكوش ان في قطايف هحشي بيها القطايف. طبعا هنا نزلت بالمكسرات على المهلبية بعد ما فردت المهلبية على الكنافة كلها. هنزل بالمكسرات وبعدين انزل عليها بالطبقة التانية من الكنافة. في الوقت ده انا كنت عملت الشربات بتاع الكنافة. شربات الكنافة بيكون بارد ما بيكونش سخن. الكنافة بتطلعها سخنة، الشربات يكون بارد. تسقيها كلها كويس بالشربات وبعدين ألف هنا وعافية على قلب الأكل. هنا هخلص الكنافة وهجيب القطايف وابدأ أحشي القطايف. لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. كل شوية بفكركم وانتوا برضو ناسيين. هنا هظبط وش الصينية. تضغطيش عليها قوي عشان المهلبية بتاعتك ما تطلعش بره. حاولي تساوي وشها وتظبطيها من غير ما تضغطي قوي. عملنا فطار مع بعض سهل وبسيط الحمد لله. خلصنا الفطار بتاعنا بسرعة وقلنا نعمل بقى الحلو بتاعنا مع بعض نصوره معاكم. كده انا بسوي وش الصينية، هخلصها كده واشتغل في القطايف. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. ربنا يسعد قلوبكم ويسعد قلب اي حد يكتب لي كومنت حلو ويحط لي لايك ويضغط اشتراك. هنا جبت القطايف هحشيها بالمهلبية اللي قلت لكم ان انا شلتها من بتاعة الكنافة. احط على المهلبية بتاعتي اول كام واحدة كده هحشيها بمهلبية بس. هكمل الباقي هحط عليه فول وزبيب وجوز الهند واكمل حشو القطايف. وطبعا عاملة العسل بتاع الكنافة بتاع القطايف بتاعي بيكون سخن، والقطايف سخنة وتسقيها على طول بالعسل بتبقى مقرمشة معاكي وجميلة. كل سنة وانتم طيبين. انتظروا كل جديد ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم. ربنا يسعد قلوبكم. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.